راحوا فين؟ هترميه؟ لا اوعي ترميه، تعالى اقولك هنعمل بيه ايه. قبل ما نبدأ الفيديو صلوا على النبي، اعملوا متابعة القناة ودوس لايكات، عايزة متابعات كتير كتير كتير. عندك حاجة باظت، تيشيرت باظ، طرحة باظت، بنطلون ابنك، اي حاجة هتبوظ معاكي، لونها بهت شوية، اجربت شوية من الشمس، اجربت شوية من اي حاجة وقع عليها كلور، سهلة جدا وبسيطة بسيطة بسيطة. تابعي معايا الفيديو ده للاخر وهتعرفي احنا عملنا ايه. اول حاجة يا ست البنات، هتجيبي مية سخنة، بس مش سخنة قوي مش درجة الغليان، لا مية سخنة. يعني يستحسن تجيبيها من السخان، مية السخان بتبقى معتدلة، لان المغلية قوي هتبوظ الهدوم معاكي. بتجيبي الصبغة من عند العطار اللي انت عايزاها، في كل الالوان تخطر على بالك، في احمر، في كحلي، في كل الالوان اللي انت عايزاها، واللي انت ممكن تمكسيها كمان، يعني ممكن تمكسي مننا على بعض يطلع لك لون تالت. هتحطي حبة مية على قد الحاجة اللي انت عايزة تصبغيها، يعني مثلا انت مثلا هتصبغي تيشيرت، اول حاجة ما تمدليش البتاع مية، لا انا عايزة حبة مية يصبغوا على قد يبلوا التيشيرت، حبة مية يبلوا التيشيرت بس قبل ما تعملي ده كله، الصبغه دي هنعملها في حاجه نكون ما بنحتاجهاش، لان الصبغه بتبوظ الحاجه اللي احنا عاملين فيها، بتخليها سمرة زيها او حمرة زيها، بتبوظ الحاجه. وحاجه كمان ما تكونيش بتستخدميها في الاكل، لان طبعا يا ربي الصبغه ضاره جدا. هتجيبيها وتحطي 4 معالق ملح كبار حلوين كده، تبداي تقلبي كويس جدا الصبغه الاول والملح بتاعك لحد ما تتأكدي انه بقى كله داب مع بعضه خالص، وبقى خلاص وصل مرحلة الذوبان خالص كده. هتجيبي الحاجة بتاعتك وتغطسيها في الصبغة دي، تبدأي بقى تغطسي زي ما انت شفتني كده، مش بإيدك عشان هيبوظ ضوافرك ويبوظ ايدك وما بتطلعش من الايد غير بعد كام يوم، بيبقى المنظر مش لطيف. ما عندك بقى عصاية، حتة خرطوم، حتة خشبة، اللي انت مستغنية عنه، فهي هي برضو بتعالي شفتي معلمة معايا في الخرطوم ازاي، لو ايدك بقى تلاقيها كوبية. دي بقى تبدأي بقى تغطسي فيها وتبيتيها يوم بليلة، يوم بليلة تبات في الصبغة دي، وتاني يوم تشيليها زي ما هي كده كومة كده تنشريها، ولما ينزل من فوق تقومي جايبة حبة خل محترمين في مية ونقعها فيها ليلة كاملة كمان، وتشيلي تنشروه وتبدأي تلبسيه، بيبقى زي الفل، وهيوفر لك فلوس كتير 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 وهتدعيلي.